بصي يا ست يا شقيانه، يا اللي جوزك هرب منك وساب لك المسؤوليه مع اولادك وبيتك ودروسهم ومصاريفهم. بصي يا ستي، يا اللي جوزك باعك وخانك وراح مع زوجة تانية بأولادها يصرف عليهم وسابك. بصي يا ست الكل، يا اللي جوزك موجود معاكي بس بيعاقبك بانه ما بيصرفش عليكي وعلى اولادك وهو مليونير. انا كنت واقفه في المطبخ وصاحبي وحبيب عمري و... 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 وصديق رحله الكفاح قال لي آية ريحت بالي هتريح بالكم ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. خلاص، انتي اهل الجنة ان شاء الله. هيسألوا اهل النار ايه اللي جابكم في سقر؟ سلككم ده ايه اللي وداكم الطريق بتاع سقر؟ وسقر ده اسم من اسماء جهنم، مش اي جهنم. اسماء النار ديت يعني اعوذ بالله منها. يعني لم نكن من المصلين احنا عارفينها. طب لم نكن نطعم المسكين؟ قالك المسكين ده هو الشخص اللي معاه فلوس بس معهوش يسد حاجاته الاساسيه، القليل من الفلوس. الله، يعني هم دخلوا النار سقر عشان هم ما كانوش بيطعموا المسكين اللي هو المسكين بس. طب اللي ساب زوجته واولاده وهو فرض عليه وحق عليه وواجب عليه وحقها هي وعيالها ان هو يصرف عليهم، ومشى وسابهم وهي شالت الليله وشالت الجمل بمحمل. حبيبتي على راسي من فوق. بصي القرآن بيقول لك ايه؟ انت هتبقي في الجنه ومن اهل الجنه ان شاء الله، هنكون كلنا في اهل الجنه ان شاء الله، وهكون معاك وانا. وهنسالهم كده وهما في النار ما سلككم في سقر؟ دخلتوا النار ليه؟ دخلتوا سقر ليه؟ عشان ما كانوش بيطعموا المسكين. طب احنا بقى اللي ما كانوش بيدوا لنا حقوقنا هيحصل فيهم ايه؟ ده دخلوا سكر عشان المسكين، خدي بالك. لا، واحنا بقى كمان اللي احنا بنطعم اولادنا ونجري عليهم ونشقى عليهم ونشوف احتياجاتهم الاساسيه، احنا هيكون ايه يعني مصيرنا؟ ان شاء الله الجنه الفردوس الاعلى من الجنه. انا عايزه اعرفكم على اللي كان بيقول لي الايه الجميله دي، صاحب عمري ورفيق رحله الكفاح معايا في المطبخ اهو. الراديو حبيبي ده صاحب عمري ورفيق رحله كفاح. انا غاده، اتمنى لكم السعاده. الفيديو ده صدقه جاريه على روح بابا وجميع موتى المسلمين. اسيبكم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.